أحلى من الكيك وأخف من البسبوسة. لو عندك سميد ما تعمليش بيه بسبوسة عادية، لأن النهاردة هنعمل أحلى صنف حلويات ممكن تجربيه. بالطريقة دي هتنسي كل مشاكل البسبوسة، هتطلع معاكي هشة وطرية شاربة الشربات كله في ثواني، وطعمها في منتهى اللذاذة والطعامة يخلي أي حد يدوقها يطلبها منك تاني. لايك وشير للفيديو، ويلا بينا نبدأ في المقادير والطريقة على طول. أول حاجة هعمل الخطوط بتاعة القشطة أو الكريمة اللي هحطها على وش البسبوسة. هيكون عندي كوباية من اللبن أو الحليب، هضيف على اللبن معلقة ونص من النشا، معلقة كبيرة ونص من النشا. أنا عايزة تكون القشطة دي أو الكريمة دي أو المهلبية دي تكون تقيلة شوية، فضفت معلقة ونص من النشا. هرفع الكسرولة دي على النار بعد طبعا ما ادوب النشا كويس جدا في اللبن لحد ما القوام يتقل وتبدأ كده تبقبق وتغلي معايا، وتأكد ان النشا استوى. هاخد بقى المهلبية دي احطها في طبق تاني او في بولة تانية عشان انا محتاجاها تبرد تماما قبل ما استعملها. وبيكون ده قوامها، بتكون تقيلة شوية عن الطبيعي. علشان احضر خليط الكيك او خليط البسبوسة، هي كده صنف ما بين الكيك والبسبوسة. هيكون عندي 3 حبات من البيض، وعندي كمان كوباية الا ربع من السكر، يكون السكر بتاعك حبيباته كده تكون صغيرة ويكون ابيض علشان لون الكيكة بتاعتك او البسبوسة بتاعتك تطلع حلو. وعندي كمان ورقتين من الفانيليا، ممكن كمان تستعملوا فانيليا سايلة. بالمضرب العادي خالص بتاع البيض بتاع البشاميل بتاعنا بتاع الكيك، نبدأ ان احنا نضرب السكر مع البيض والفانيليا كويس جدا. انا مش محتاجة اعمل الخطوة دي في الخلاط. هضرب البيض مع السكر، يعني ادوبه بنسبة 50%، وبعد كده هنزل على البيض والسكر بنص كوباية من الزيت. الزيت بتاعنا يكون ريحته حلوة كده، ما يكونش زيت ليه ريحة مش لطيفة. نص كوباية من الزيت، وكمان هضيف معلقة كبيرة من السمنة البلدي علشان تديكي ريحة حلوة قوي للبسبوسة بتاعتك. هنقلب كل المكونات دي حلو جدا بالشكل ده. هتلاقوا الخليط بدأ يتقل معاكم ولونه يفتحي شوية. بعد كده هنزل بكوباية من اللبن أو الحليب ونقلب. وتقلبوا كويس قوي بقى، أنا محتاجة السكر يدوب تماما. بالنسبة للمواد الجافة هيكون عندي كوبايتين من دقيق السميد. دقيق السميد ده بدون أي إضافات، يعني مش الأكياس بتاعت البسبوسة، لأ، ده دقيق سميد بدون أي إضافة. كوبايتين من السميد، نص كوباية من الدقيق الأبيض، وعندي كمان نص كوباية من جوز الهند. وهضيف حوالي معلقة كبيرة من البيكنج باودر أو باكت كامل كده 16 جرام. وفي الآخر هضيف رشة ملح علشان تعادلي وتظبط لي الطعم. هنقلب كل المكونات دي على بعضها حلو جدا، وهتلاحظوا ان قوام العجينة سايل شوية، بيبقى أتقل حبة من الكيك وبيبقى أخف من البسبوسة. البسبوسة بيبقى قوام العجينة تقيل حبة، والكيك بيبقى أخف طبعا من كده. فهو القوام ما بين الاتنين. أنا برفع لكم كده المضرب كل شوية علشان تاخدوا بالكم من القوام. لو أتقل من كده بتضيفوا لبن، لو أخف من كده ضيفوا معلقتين من السميد. بس ما تقلقوش، المقادير دي مظبوطة ومتجربة كذا مرة، وما تقلقوش منها خالص. اعملوا المقادير زي ما هي. بصوا ده قوام العجينة. تعالوا بقى هاتولي بقى أي صينية عندكم، صينية تكون حوافها منخفضة وتكون مقاس 30. هاخد كده معلقة صغيرة من السمنة، هدهن بيها قاعدة الصينية كويس جدا، مش محتاجة أكتر من كده، يعني ولا طحينة ولا نرش دقيق ولا نرش سميد ولا أي حاجة. هنزل بالعجينة كده في الصينية بالشكل ده، وهبتدي إن أنا أساوي وشها كويس قوي. ويا ريت بقى تخبطوها كده خبطتين علشان السطح بتاعها يبقى أنعم من كده. أنا وزعت كده كمية العجين كلها، وطبعا عشان فيها بيكنج باودر فهتلاقوا ان العجينة ملت الصينية كلها، ملت كل الحرف ده. علشان السطح يبقى مستوي اكتر بخبطها كده 4-5 خبطات على الرخامة. المهلبية او الكريمة اللي انا عملتها تقلت اكتر طبعا، ببدأ ان انا انعمها بالمعلقة كويس قوي، وعلشان خطوط الكريمة تبقى متساوية كده ويبقى شكلها حلو وما تبقاش الخطوط مش شبه بعضها او بنفس المقاس، هبتدي ان انا بطرف سكينة هعمل خطوط كده علشان امشي عليها بالشكل ده. هعمل خطوط بالعرض وخطوط بالطول، هتعمل لي زي شكل الكاروهات كده بالظبط.
هاحط الكريمة في كيس تزيين وهافتح فتحة متوسطة يعني ولا صغيرة ولا كبيرة، وهابتدي إن أنا أمشي على الخطوط اللي أنا عملتها بالسكينة. وطبعًا ممكن ما تعملوش خطوة السكينة لو هتعرفوا تضبطوا إيديكم ولو متأكدين إن أنتم هتضبطوا إيديكم يعني. عملت الخطوط كلها بالشكل ده، خطوط كده بالطول وخطوط بالعرض، عملت معايا شكل الكاروهات. ولو مش حابين تعملوا خطوة الكريمة أو الكاروهات دي مفيش أي مشكلة، ممكن تكنسلوها تمامًا، تعملوا الكيك خليط الكيك ده وتدخلوه الفرن ويطلع معاكم في منتهى الجمال، وتعملوا له بقى الشربات بتاعه اللي احنا هنعمله كمان شوية. هدخلها في فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 كأننا بنسوي كيك عادي خالص. بنحط الرف في النص وبندخل الصينية بتاعتنا، هتاخد معاكم حوالي من 25 ل 30 دقيقة. أول ما تلاقوا الحروف بدأت تحمر شغلوا لها الشواية وتاخد لون حلو، وخدوا بالكم لأنها بتلون بسرعة. وهي الصينية في الفرن هنحضر الشربات. هيكون عندي كوباية ونص من السكر، وممكن كمان لو بتحبوا الحاجة مسكرة والسكر بتاعها باين قوي بنحط كوبايتين من السكر، بس السكر ده مظبوط. كوباية ونص من السكر، كوباية ونص من المية، وعصرة نص ليمونة. وبنرفع الكسرولة دي على النار، بنعد بعد الغليان 5 دقايق بس، وبعد كده بنشيلها من على النار. بنضيف فانيليا ونقلب ونعملها نفس معاملة البسبوسة، بتكون الصينية سخنة جدا أو البسبوسة سخنة جدا والشربات سخن. وده شكلها بعد التسوية، بنختبرها، بندخل عود شيش أو سكينة رفيعة كده بنلاقيها ما طلعتش معايا عجين، بتبقى كده استوت معايا وزي الفل. ننزل عليها بالشربات السخن وهتلاقوها بتشرب الشربات في ثواني. بنزل بالشربات واحدة واحدة، تشرب كمية أحط لها الكمية اللي بعدها وهكذا. علشان أتأكد إن هي شربت الشربات كده واتشبعت، بتضغطوا عليها بطرف صباعكم بتلاقوا بيطلع كده شربات بسيط، يبقى هي كده أخدت كفايتها من الشربات. هتلاقوها بتشرب الشربات كده، بصوا في ثانية ثانية لثانية بتكون شربت الشربات، بتاخد كل كمية الشربات. مش هتبقى مسكرة ولا حاجة، العجينة مفيهاش سكر كتير، هي كوباية إلا ربع سكر بس. طبعًا سيبوها تهدى وسيبوها يعني تبرد شوية قبل ما تقطّعوها عشان تبقى متماسكة، لكن علشان التصوير باكون مستعجلة شوية فأنا قطّعتها وهي سخنة. وبصوا التماسك القطعة، بصوا شكلها هشة جدًا من جوّه وناعمة وتلاقوها بتدوب في البُق دوبان كده. طعمها ما بين الكيكة وما بين البسبوسة، طعمها وريحتها كانوا في منتهى الجمال. بصوا قطعة كده من تحت، بصوا اللون بتاعها، ومن فوق كمان واخدة لون حلو جدًا، مستوية حلو أوي، ما أخدتش معايا أكتر من 25 دقيقة. هشاشتها من جوه خطيرة، طعمها يعني أنا شهادتي مجروحة، لما تجربوها هتعرفوا أنا بتكلم عن إيه. أتمنى يكون وصفة النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم وصفة النهاردة لايك وشير وسبسكرايب للقناة. لو أول مرة بتشوفوني أشوفكم على خير في وصفة جديدة، ومع السلامة.